بهالفيديو رح نزور سوا مدينة طنجة، مدينة منارة سبارتل وابن بطوطة. رح نعمل جولة بالمدينة القديمة كمان وباب البحر ومغارة هرقل، ومنتابع زيارتنا لمقهى الحافة ومنجرب الطاجين المغربي، وبالأخير رح نعمل تجربة لأسرع قطار بأفريقيا. خليكن معنا لنشوف أحلى شي بطنجة. يومنا رح يبلش بزيارة باب البحر اللي يعتبر واحد من أهم المعالم التاريخية الموجودة بالمدينة بإطلالته على البحر المتوسط ومن وراءه القارة الأوروبية. خطتنا كانت إنه بعد زيارة باب البحر تكون جولتنا للمتاحف، متحف ابن بطوطة ومتحف القصبي. للأسف كان نهار 3 والكل شي مسكر. لو موقت توقيت ما بتطلع هيك نهار 3 متاحف مسكر. بطنجة أهم اسم تاريخي رح يرافقك هو اسم عميد الرحالي ابن بطوطة، من المطار للمتحف للتمثال للضريح. ابن بطوطة بحكايته الغريبة طلع أساس على الحج، رجع بعد 27 سنة، لف فيهم العالم ووصل للصين والهند والفلبين، قطع فيهم 121 ألف كيلو متر بوقت ما كان في وسائل النقل الحالية. نحن هون قدام ضريح ابن بطوطة، وبعد هالحلو الترحال كله كانت النتيجة الكتاب الأيقوني رحلة ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. جولتنا رح تكمل للمدينة القديمة ورح نبلشها بزيارة الرياض. الرياض هو عبارة عن أرض ديار حواليها غرف بتتأجر، لهيك بتعتمد كبديل للأوتيلات إذا كنت أنت حابب تعيش التجربة كاملة وتسكن بشي من الطابع المغربي التقليدي. وطنجة مثل أي مدينة تاريخية إلى جزء بالوسط اسمه المدينة القديمة، وأكيد في محلات كتير للصناعات اليدوية والسوفونيرات، مقاهي ومطاعم، وبيكون هالجزء عادة هو الأكثر جذب للسياح. المشروب الرسمي بالمغرب هو الأتاي أو الشاي بالنعناع، وأكيد أنت بين كل محطة ومحطة لازم تشرج حالك بكاس. جولة المدينة القديمة بتخلص عند باب الفحص بإطلالته على جراند سوكو، الساحة الأهم بمدينة طنجة. هالساحة الحلوة بالليل وبالنهار العالم تستريح فيها بعد جولتها بالمدينة القديمة والأسواق. وبالإضافة لباب الفحص، أشهر مبنى مطل على هالساحة هو سينما الريف. يومنا التاني بطنجة كان مخصص لزيارة الأماكن اللي تعتبر تقريبا خارج المدينة، وأسهل طريقة لتوصلها هي إنك تاخد واحد من باصات الهوب أون هوب أوف. لافت للنظر بهالمدينة هو نظافتها وترتيبها المبين إنه مشغول عليه بطريقة كتير حلوة. طريقنا مرقنا عند نقطة إلى أهمية كتير كبيرة بالإحداثيات الجغرافية. عند هالنقطة تماما بيلتقى البحر المتوسط مع المحيط الأطلسي. محطتنا الأولى بباصات الهوب أون هوب أوف رح تكون على مغارة هرقل أو كهف هركليز. أساطير إغريقية ورومانية كتير بتحكي عن هالكهف، منن إنه هرقل كان يرتاح ويجمع غنائمه بهالكهف خلال حربه مع إله الظلمات. هالكهف اللي بيمتد ل 30 متر جوا بطن الجبل بيطل على المحيط الأطلسي بفتحة على شكل قارة أفريقيا. بتخلص زيارة الكهف وبتطلع تشرج حالك كاسة شاي جديدة على الشط القريب عليه. كوباية الشاي الأطيب بالمغرب تحديدا بطنجة رح تكون عند هذا الفيو الجميل.
خلصنا زيارة المغارة وكمل فينا الطريق للمحطة الثانية اللي هي منارة راس سبارتل. هالمنارة بإطلالتها على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وبارتفاعها 25 متر، هي أقدم منارة بالمغرب. هالمنارة عمرها حوالي 200 سنة وموجودة صورتها على ال 200 درهم المغربي. رجعنا على الباص ناخد طريق الرجعة، وأكيد رح تكون المحطة بوقت الغروب هي عند مقهى الحافة. هالمقهى بتفاصيله البسيطة، كراسي البلاستيك وطاولات الباطون، وبإطلالته الساحرة هو أهم مقهى بطنجة إذا ما كان الأهم بالمغرب. الكافيه اللي عمره حوالي 100 سنة واللي اجت عليه شخصيات كتير مشهورة، ومنهم شون كينيري، ذا بيتلز والرولينج ستونز. وأكيد أهم شي هو كاس الأتاي مع صفني ما بتفهم. ولتكمل جولتنا بهالمدينة كان لازم أكيد نجرب الأكل، وحسب تصنيف أكثر من ويب سايت كان مطعم تشيس حسن ومطعم أهلا هن الأفضل. لهالمطعمين قائمة أكل كتير بسيطة فيها الأكل المغربي التقليدي والطعمة عن جد، عند اتنين كانت بيرفكت. والطاجين ليلي ما بيعرف هو يخني لتشكيلة متنوعة من الخضروات ومع نوع من أنواع اللحوم، أكيد مع زيت الزيتون والزيتون والليمون. جولتنا بمدينة طنجة خلصت، ولننتقل للمدينة الثانية كان ضروري نجرب قطار البراق. هالقطار هو أسرع قطار بإفريقيا وتاني أسرع قطار بالعالم لسنة 2019. هالقطار فائق السرعة يلي بتوصل سرعته ل 320 كيلو متر بالساعة، بيربط بين 4 محطات هني الرباط، الدار البيضاء، القنيطرة وطنجة. شعور كتير حلو انت عم تراقب السرعة كيف عم تزيد لتوصل للسرعة القصوى. هالقطار قدر يختصر الوقت من 3 ساعات وربع ل 47 دقيقة. صنعته شركة ألستوم الفرنسية وبينقل باليوم حوالي 8250 راكب بين محطاته الأربعة. وأكيد بالقطار لازم نزور عربة المقصف، وهي عبارة عن كافيه بيقدم إضافة للمشروبات الساخنة والباردة، قائمة طعام يومية وبأسعار كتير مناسبة. وهيك وصلنا على وجهتنا وخلصت زيارتنا لطنجة، ومنلتقى بمدينة مغربية تانية.